تاريخك في عالم كرة القدم، أم أنت يعني تحاول أن تحدث نوع من الموائمات حتى يكون هناك انطلاق للمسيرة؟ كابتن علاء نبيل، اتفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا في البداية كان اتفاقنا اللي احنا فريق المنيا صعد للدوري الممتاز، وهناك حسابات أخرى ما بين الدوري الدرجة الأولى وما بين الدوري الممتاز. صحيح. هناك فرق شاسع في هذا المستوى وهذا الأداء ومستوى اللعيبة نفسهم يعني. نعم. فكان الاتفاق اللي احنا نبتدي نعمل فرقة كويسة ونبتدي نشتغل. نعم. وكانت الإمكانيات المتاحة لنادي المنيا ضيقة جدا، وهي 2,5 مليون ل 25 لاعب في القائمة. فأنت النهارده حضرتك بتشتغل على متوسط 100,000 للاعب، سواء نعم. من المنيا أو من خارج المنيا. تمام؟ عشان بس الناس تبقى كلها عارفة إيه اللي بيحصل وإيه اللي بيدور. كان هناك قوام فريق وفرقة كبيرة، ومدرب الفريق السابق نفسه في مكالمة شخصية كلمني وقال لي اللي يلعب في الدوري الممتاز عندك لا يزيد عن من 2 ل 3 4 لعيبة. تمام؟ وبالرغم من هذا كان لي الفضول ومن حق اللاعبين جميعا اللي انا اشوفهم، لاني ما بحبش اظلم حد ولازم اشوفهم كلهم. انا يعني ابقى واقعي عشان ما اقولش انا متابع بقى كوره في مصر الدوري الدرجه الاولى والثانيه، لا انا ما كنتش متابع دوري الدرجه الاولى الا في المباريات التصفيات الاخيره فقط. وحبيت انا اشوف اللعيبه كلها. نعم. وقعدت معاهم وجيت المنيا وقعدت معاهم وقلت لهم يا جماعه انا مش عايز اظلم حد، انا عايز اشوفكم كلكم. ممكن يكون واحد خارج الحسابات خالص والنادي حاطه خارج الحسابات، وممكن من خلال رؤيتي الفنيه ان انا الاقيه راجل يستحق ان هو يبقى موجود. نعم. وبالفعل هذا حدث. كل التركيز على 3 لعيبه ستار في الفرقه، لكن انا من خلال الفتره اللي فاتت اكتشفت ان في 3 لعيبه اخرين على مستوى عالي جدا، وقعدت على ترابيزه مجلس اداره قلت لهم هؤلاء ال3 لعيبه دول سيكون لهم شأن كبير الموسم القادم، وسوف يعني هيكون لهم هيتباعوا بقيمه كبيره جدا من خلال الفتره اللي انا قعدت فيها الفتره اللي فاتت. تمام؟ نعم. انا خدت اللعيبه. كنا المفروض نبتدي الاعداد في المنيا، لكن للامكانيات والملاعب والاستراحات اللاعبين. نعم. انا شفت لا يقل عن 55 لاعب. نعم. شفت لا يقل عن 55 لاعب من داخل المنيا ومن خارج المنيا. تمام؟ نعم. الكابتن شيحه زي ما اتقال، ويعني مواويل اتقالت وقصص اتحكت في المنيا. نعم. ان شيحه جاب لعيبه وجاب. انا حبيت ان انا من اول ما تعاقدت ان انا يكون في لعيبه اشوفهم ويبقوا تحت ايدي. فكان الاتفاق بيني وبين شيحه اللي احنا زي في ناس كثيره غير شيحه، كل دول وكلاء لعيبه معروفين على مستوى الساحه الرياضيه. يعني شيحه جاب لي 18 لعيب وقعنا عقود معاهم. نعم. في نهايه المده انا ماشي 14 لعيب جابهم شيحه. في نهايه المده مشيت من ال 18 14 لاعب من جايبهم شيحه انا مشيتهم، وابقيت على 4 بس يا كابتن. وابقيت على 4 لعيبه، وخدت من كل لعيب ليه وكيل. كل لعيب ليه وكيل. فانا خدت 4 من عند شيحه، وخدت 2 من الجونه كان جايبهم واحد اسمه محمد الكابتن محمد رمضان، وجبت 4 من بترول اسيوط بمجهود شخصي. عشان هذا المجهود نسب الى احد اعضاء مجلس اداره اللي هو مهيمن على كره القدم ومسيطر بافكاره وبفكره على كره القدم. انا جبته بمجهود ال4 دول، وكان ليه دخل جدا. اسمح لي حضرتك اسالك، انت نجم كبير ومدرب، لك اسمك ولك تاريخك. الله يخليك. لا دي حقيقه، انا لا اجامل، ولكن هي دي الحقيقه. كابتن علاء نبيل لا يضحي لا باسمه ولا بتاريخه مهما كانت الاسباب. انا المعلومه اللي عندي ان انت سجلت في القيد في الاتحاد المصري لكره القدم 11 لاعب. انت حضرتك دلوقتي بتقول لي انا 3 في الاول شفتهم وكنت مقتنع بيهم تمام الاقتناع، بعد ما شاهدت الباقيين اقتنعت ب3 تاني اصبحوا 6. طب ليه سجلت 11؟ وهل ده على حساب اسمك وتاريخك بتضحي ب5 اخرين انت غير مقتنع بيهم؟ لا حضرتك فهمتني غلط. انا بتكلم على لاعبين السوبر، انا بتكلم على 3 على مستوى عالي. يعني انا
مع فيلسوف الكره المنيويه، بيقول له مين في رايك احسن لاعب؟ نعم. فقال لي لعيب تاني خالص. انا في تقديري نعم. ان انا عندي 3 لعيبه بدون ذكر اسماء. انا بقول لك اهو، السنه الجايه اذا ما لعبوش في منتخب مصر او انتقلوا الى اكبر الانديه في المنيا، نعم. انا ما بقاش اعرف حاجه. دول لعيبه على مستوى عالي جدا جدا وليهم مستقبل، واللعيبه الباقيه بعد شغل السنه دي والمباريات اللي هيلعبوها السنه دي سيكون لهم شأن كبير في كره القدم. تمام. نعم. انا كنت عامل حسابي على عدد اقل من اللعيبه من المنيا، لكن اكتشفت ان في اكتر من العدد الموجود، او لو كان مقدر تسجيله اللي هم يستحقوا اللي هم موجودين. جميل. تاني حاجه اللي انا شفتهم في نعم. خلال الفتره اللي فاتت، احنا قعدنا اسبوع في القاهره، اشتغلنا صباحي ومسائي فتره اعداد. فتره اعداد هي مش فتره اعداد، هي تاهيل لفتره الاعداد. تأهيل فتره الاعداد الرئيسيه هتبتدي بعد اختيار اللاعبين. صحيح. وكنا بنلعب المباريات على 3 اشواط، كل شوط نص ساعه. بعد اسبوع مع حمل تدريبي يقدر اللاعب اللي هو يلعب 30 دقيقه في كل طيب. في كل مباراه. عشان خاطر ما ضيعش الفرصه ان انت معانا على الهوا كابتن علاء، وفي نفس الوقت ضيوفي كل واحد فيهم هديله دقيقتين او دقيقه سؤال لحضرتك. كابتن ريفا والكابتن طارق كل واحد ليه سؤال. هبدا بالكابتن ريفا، اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. يا كابتن علاء. اتفضل يا كابتن محمد، ازي حضرتك؟ اولا انت نورت المنيا يا كابتن. منوره باصحابها واهلها يا كابتن، الله ان يخليك. شاء الله معاك يا كابتن علاء، لان احنا عارفين تاريخ الكابتن علاء. الله يخليك يا كابتن محمد. انا عرفت ان انت حضرتك مؤيد 25 لعيب لحد الان، صح؟ ايوه تمام. هل تم الضغط على الكابتن علاء بقيد اي لعيب من دول لم يرغب الكابتن علاء نبيل في قيده؟ لو سمحت، ايوه او لا؟ كابتن محمد انا هجاوبك بكل صراحه. انا قدمت القايمه ب 24 لاعب. نعم. تمام. كان عندي علم او كنت عرفت ان الكابتن اسلام هيباع لطلائع الجيش في موسم الانتقالات. تمام. يعني بعد شهر ونص هيكون القايمه 23 لاعب. يكون عندنا فرصه ان احنا ممكن نشوف اي ثغره او اي ممكن اضافه في خلال الفتره دي. حصل لغط كبير جدا في الفتره الاخيره بعد عمليه الاسماء، وانا بقولها لك بصراحه يا كابتن. عشان الناس في المنيا لازم تعرف، يعني الناس بتسمع من طرف واحد. كل عضو او من الاعضاء اللي هم اعلنوا الحرب على علاء نبيل، كل عضو معاه 2 لعيبه في جيبه. اذا ما كانوش دول موجودين في الفرقه تبقى الفرقه بايظه ومدير فني بايظ والنادي بايظ. انا حضرتك بعد اذن الكابتن علاء، انا معاك في الحته دي. نعم. معلش يا كابتن علاء. طيب. انا بقولها معلش يا استاذ محمد، انا بقول لحضرتك ان انت حضرتك لو تنازلت عن المبدا بتاعك. لا بص يا كابتن محمد، انا خلينا بقى هنا انا اتكلم عن الكابتن علاء. هوصل للنقطه اللي انت عايزها. أيوة. انا في الفتره الاخيره وصلنا الى محادثات ومناقشات ما بين المحافظ شخصيا وما بين وزاره الرياضه وما بين علاء نبيل. تمام. وباللفظ الواحد المحافظ قال لي احنا في وضع صعب والبلد مش مستحمله، وانت القوام بتاعك موجود. قلت له القوام بتاعي موجود. تمام. خلاص انا قوام الفرقه بتاعي موجود ومش ما تفرقش معايا اي حد من الزيادات. كابتن علاء يعني انا بتمنى لك التوفيق. سؤال اخير من الكابتن طارق لحضرتك، وبعدين يعني انا مش عايز اطيل على حضرتك، انا عارف ظروفك وظروف وقتك. اتفضل يا كابتن طارق. اتفضل يا كابتن طارق. كل سنه وانت طيب يا كابتن علاء. وانت صحه وسلامه يا كابتن طارق. كل سنه وانت طيب. احنا نتمنى اولا نشوف حضرتك على خير، ونتمنى ان احنا نشوفك في المنيا ونشوف الفريق في المنيا يا رب. وفروا لنا الاستراحات، بس في ملعب كويس حضرتك في استاد الجامعه، ملعب دولي، ملعب عالمي، يعني ممكن حضرتك. وهو يا كابتن طارق لازم الناس تعرف ان دلوقتي تدريب في هذا الملعب في اليوم ب 800 جنيه لو هتمرن تمرين واحد. طيب انا الملعب ب 800 جنيه. بعد اذن حضرتك بس ليا طلب، والطلب ده حضرتك ان شاء الله تنفذه. هنا في اشاعات كتير وكلام ولغط كتير جدا عن الفريق قوي للاسف يعني عن الفريق الاول، وحضرتك اتنازلت عن مرتبك او نص مرتبك. انا بعد اذن حضرتك اتمنى ان انت تعين بصفتك المدير الفني للفريق الاول لنادي المنيا، تعين متحدث رسمي للجهاز يدينا نشرة كل اسبوع بما يدور في القاهرة او بما سوف يحدث في المنيا بعد اذنك. يعني ده سؤال جميل وده مفروض فعلا،
ومفروض يبقى في هو فصل- يعني هو فصل والله. متحدث اعلامي فعلا ينقل اخبار الفريق، لان احنا طبعا صح. اللي احنا موجودين فيه هنا ده يعني حاجه كبيره جدا. احنا بنتمرن في اقوى ملاعب مصر، احنا بنتمرن في الملعب اللي جنبينا بتروجيت وفي الملعب اللي جنبينا المقاصه، واحنا الحمد لله بنتمرن يوميا صباحا ومساء وبامكانيات عاليه جدا. وبشكر الكابتن طاهر ابو زيد اللي هو يعني صديقي الشخصي مارادونا النيل. وعمل أنا معانا بشكرك. وعمل بجد يعني. أيوة. والمعسكر اللي احنا فيه ده اتكلف كتير قوي، لكن ان شاء الله هنيجي بعد نهايه الفتره الاعداد الاولى، لازم هنيجي المنيا. لكن انا بقول من دلوقتي احنا محتاجين برضو فتره ثانيه عشان نعمل مباريات وديه. المباريات الوديه مشكله كبيره، هلاعب مين في المنيا؟ نعم. لازم ارجع القاهره، اروح اخد الولاد واروح النادي الاهلي والعب مباراه وديه، واروح نادي الزمالك والعب مباراه وديه، طيب. عشان اشيل الرهبه اللي موجوده. طيب لازم. كابتن علاء، ما ينفعش تبقى معايا وعندنا موقعة هامة جدا في ذهاب كأس العالم، تصفيات كأس العالم مع فريق من أقوى فرق أفريقيا وهو فريق غانا، وأنت نجم كبير لمنتخب مصر. كيف ترى هذه المباراة؟ ويعني الناس كلها تأمل أنها تفرح في الأيام القادمة، أنت شايفها إزاي؟ والله يا كابتن يا ريت يعني الفرحه دي تبقى، لان احنا محتاجين فرحه يعني. احنا صحيح. بقالنا فتره طويله مش ما فرحناش. نعم. عايزين مصر ترجع تاني بقى للكوره ونشجع وننزل الشوارع والناس تفرح كده عشان مصر ترجع تاني. صحيح. احنا طبعا الشوط الاولاني هيبقى هناك في غانا، مباراه في غايه الصعوبه وفريق قوي، وعلى ما اعتقد المستوى ده مش مصر ما يبثوش في مشوار التصفيات. نعم. فريق يمتلك خبرات عاليه ولاعيبه على مستوى عالي على مستوى الاحترافي او في دوري غانا. انا بس النقطه اللي قلقاني فعلا هي الحته الدفاعيه في منتخب مصر، هي دي اللي قلقاني، ولان المنتخب الغاني يملك قوه هجوميه قويه جدا، واحنا في كل مباراه بيخش على الاقل فينا جون، على الاقل صحيح. بيخش فينا جون. فانا دي الحته اللي قلقاني، ولازم يبقى في تحفظ دفاعي شويه، وبتمنى لهم التوفيق. وطبعا راجل المدير الفني ليه رؤيته الفنيه وتكتيكه الخاص، لكن انا برضو في حته من خلال خبرتي في خلال منتخب مصر، اتفضل. اللي لعيبه منتخب مصر في المواقف الصعبه بتبقى على مستوى المطلوب، دي حقيقه. إن شاء الله إن شاء الله. وبنتمنى لهم التوفيق يا رب. وعايزين نفرح بقى بصراحه يا يعني، رب. محتاج فرحه بقى. ان شاء الله. حقيقة النجم الكبير علاء نبيل، نجم منتخب مصر أو كابتن منتخب مصر السابق، ومدير الفني لعدة أندية سواء كان داخل مصر أو خارج مصر، ومدير الفني النادي المنيا. بقول لك سير في طريقك، مش أنا اللي هقول لك ده طبعا، ده أنت خبرة كبيرة. الله يخليك. ولا يهمك ما يحدث يمين أو شمال. لا. وأعتقد أن الناس هتقيم أعمالك في أثناء بطولة الدوري الممتاز من خلال الإنجازات اللي هتحققها، وأتمنى لك الحمد لله. التوفيق، وإن شاء الله ربنا هيوفقك. الله يخليك، واتمنى يكون النقد فني. انا بتقبل النقد الفني الى اقصى درجه، مفيش بالعكس. لا، ما احنا مش هنسيبك برضو يا كابتن علاء. لكن بقى يتقال بقى اصل اللعيب الفلاني ساكن في عمارته، كلام بيضحك والله. بعض الكلام تضحك. يا كابتن ربنا علاء، يهديهم، ربنا نشكرك يهديهم. كابتن علاء، نشكرك يا الله فندم على وليك مداخلتك إن شاء الله. ومشاركتك الله يخليك. من خلال برنامجنا. شكراً. كل سنة وحضرتك طيب. نشكر الكابتن علاء نبيل على هذه المداخلة. أنا وقتي يعني بيضيع بسرعة، وعندي حاجات عايز أتكلم فيها مع ضيوفي، خاصة